عايز تشتري دهب بس خايف من الغش ومقلق من تخزينه؟ خلاص راحت فكرة انك تشتري السبيكة وتحطها تحت المخدة اضمن، او انك تشتري الدهب وتحطه في الدولاب وتقفل عليه ب5 تقفال. والدهب طلع او نزل، خلينا متفقين ان هو الملاذ الافضل عشان تحافظ على قيمة فلوسك. عشان كده دلوقتي تقدر تحط فلوسك في دهب بس من خلال البنوك وباشكال كتير، زي انك تشتري شهادة بقيمة الدهب وتبقى بتستفيد من زيادة سعره وبتمتلك جرامات فعلا بس من غير ما تحتفظ بيها او تاخدها في ايدك وانت بتشتري. بس يا ترى انت بتشتري كده سمك في ميه ولا الحكايه دي مضمونه؟ تعالوا نفهم ازاي نستثمر في الذهب من خلال البنك وانهي احسن طريقه نشتري الذهب بيها. انا محمود طولان، وتعالوا نشوف الرابط بين هدفك من شراء الذهب وبين اشكال الاستثمار اللي البنوك بتقدمها. في ناس بالنسبة لها البنوك هي رمز للأمان ومكان موثوق فيه، سواء تحط فلوسها في شهادات أو حسابات توفير، أو إنها تقسط من خلاله عربية ولا شقة. ده حتى كمان لو عايز تشتري ذهب تقولك البنك أأمن. البنوك عندها كذا طريقة تقدر من خلالها تستثمر في الذهب وبشكل آمن جدا ومنظم، ومنها شهادات الذهب. ودي عبارة عن شهادة بيطلعها البنك باسمك بتثبت إنك مالك كمية معينة من الذهب والبنك بيحتفظ بيها عنده، وتقدر في أي وقت تبيع الشهادة أو حتى تطلب تحويلها لذهب حقيقي، بس طبعا حسب الشروط والطريقه اللي محددها البنك. وهنا بيكون في مبلغ معين كده كحد ادنى بتلتزم بيه، وفي برضه فتره محدده للاستثمار ممكن تكون قصيره او طويله حسب كل بنك، وكمان بتدفع رسوم عند شراء الشهاده او حتى بيعها. عندك مثال عشان تفهم الدنيا اكتر: بنك الامارات دبي الوطني بيقدم شهادات ذهب بحد ادنى 100 جرام بدرجه نقاء 999.9، وممكن تسترد الشهاده نقدا او تحولها لذهب فعلي عند الاستحقاق. بس هنا انت اكيد سألت نفسك، طيب يعني لو الذهب سعره قل، فلوسي اللي انا حطيتها في البنك دي قلت؟ هقول لك، لما بتشتري شهادة استثمار في الذهب البنك بيحول المبلغ اللي دفعته لقيمة معينة من الذهب. يعني مثلا لو اشتريت ب 200,000 جنيه وسعر جرام الذهب وقتها كان 5000 جنيه، فده معناه انك بتمتلك بشكل غير مباشر حوالي 40 جرام ذهب. لو بعد كده سعر الذهب نزل مثلا ل 4000 جنيه، فقيمة الذهب اللي عندك او الشهادة بمعنى اصح طبيعي هتقل وهتبقى حوالي 160,000 جنيه بدل 200,000 جنيه. بس ده مش معناها انك خسران فلوسك، انت لسه بتملك نفس ال 40 جرام ذهب، لكن سعر السوق هو اللي نزل. ولو بعد فترة السعر رجع وطلع مثلا ل 5500 جنيه للجرام، ساعتها نفس الشهادة اللي كانت ب 160,000 جنيه هتبقى قيمتها 120,000 جنيه، وساعتها تبقى كسبت فرق السعر. هتقولي طب وانا ايه اللي يخليني اشتري شهادة وانا ممكن اخسر؟ هقول لك طب ما هي لو اشتريت الذهب برضه ومسكته في ايدك ممكن تخسر. بس هنا الاستثمار في شهادات الذهب في البنوك ليه مميزات مهمة جدا تخليك تفضله عن الذهب العيني اللي بتبقى ماسكه في ايدك. بس الاول خلينا متفقين ان الاستثمار في الذهب من الاساس بيحميك من التضخم، فلو الجنيه فقد جزء من قوته الشرائية الذهب غالبا بيحافظ على قيمته. وبالنسبة لشراء الشهادات فهو بيتميز بسهولة الاستثمار، مش محتاج خزنة ولا قلق تخزين ولا حتى تأمين. كل اللي عليك انك تشتري شهادة والبنك هو اللي بيحتفظ بالذهب بدل منك، وانت تتابع القيمة وانت مريح دماغك خالص. ده غير المرونة في الاسترداد، يعني لو احتجت الفلوس تقدر تسترد قيمة الشهادة نقدا، او لو حابب تاخدها ذهب البنك ممكن يوفرها لك. والميزة كمان ان الشهادات دي فيها تنوع للفئات، فمش لازم تكون مستثمر كبير، لا، في شهادات بمبالغ صغيرة تناسب الافراد، وفي كمان فئات اكبر للشركات والمستثمرين الكبار. يعني كل واحد يقدر يلاقي الفئة اللي تناسبه على قد مقدرته. كمان من ناحية الفرق بين شهادات الذهب وشهادات الادخار النقدية، فهنا شهادات الذهب افضل، لان طالما سعر الذهب بيعلى زي ما شفنا الفترة اللي فاتت، فالشهادات دي ممكن تحقق لك عائد احسن من الودائع التقليدية، وكمان تحافظ على قيمة مدخراتك الا لو انت عايز عائد شهري ومحتاج سيولة دايمة. على اي حال، زي ما شهادات الذهب فيها مزايا، فيها برضو شوية حاجات كده لازم تبقى واخد بالك منها، زي اي اداة استثمارية تكون فاهم بتبدأ فيها ازاي. اول حاجة سعر الذهب نفسه مش ثابت، بيتأثر بكل حاجة بتحصل في العالم، فممكن تشتري الشهادة والذهب بعدها ينزل شوية، فممكن تلاقي العائد اللي كنت متوقعه مش زي ما رسمت. بس زي ما بنقول دايما ان الاستثمار الصح مش مضاربة، لازم تصبر شوية. كمان في مصاريف إدارة ورسوم خدمة البنك، ودي بتتخصم وبتقلل العائد الصافي اللي بيوصلك في الآخر، بس ده بيبقى مقابل استفادتك بمميزات تانية أكيد. ولو فكرت تسترد الشهادة بدري لازم تبقى عارف الشروط كويس جدا، لأن مش كل البنوك بتسمح
الاسترداد في اي وقت. في بعض البنوك بيحدد مواعيد معينه او بيخصم نسبه من قيمتها لو سحبت بدري، فانت لازم تدخل بخطه وقسم استثمارك على مراحل، وما تحطش كل فلوسك في نوع واحد من الاستثمار عشان حاجه تشيل التانيه. طيب غير شهادات الذهب، في كمان طريقه تقليديه شويه ومعروفه انك تشتري ذهب فعلي من خلال البنك نفسه. بعض البنوك دلوقتي بقت بتبيع سبائك او عملات ذهبيه بالسعر العالمي، تقدر تشتري وتبيع من خلالها وانت مطمن انك بتتعامل مع جهه موثوقه. زي بنك مصر بيوفر لك سبائك عيار 24 بنقاء 999.9%. وعندك بنك الكويت الوطني بيتيح للعملاء شراء سبائك الذهب بحد ادنى 10 جرام. وكمان عندك بنك بلوم مصر، وبرضه كمان عندك امكانيه انك تخزنها في خزنه في البنك. طيب ايه الفرق بين ان يجيب شهاده استثمار في الذهب من البنك وبين صناديق الذهب؟ الشهاده دي البنك هو اللي بيصدرها وبتشتريها منه مباشره، وساعتها البنك بيحول فلوسك لكميه معينه من الذهب زي ما قلنا من شويه. وهنا الدنيا بسيطه ومباشره، تروح البنك تشتري، تتابع السعر وتسترد وقت ما تحب حسب الشروط. بس تفضل هنا الشهادات محدوده في اختياراتها، يعني مش شرط كل البنوك يقدموها. لكن صناديق الذهب تعتبر مرحله متقدمه شويه في الاستثمار، لان الصناديق بتشتغل من خلال شركات اداره استثمار زي صندوق ازيموت ايزي جولد او بيلتون ايفولف او ذهب بتاع شركه الاهلي وايفولف. هنا انت بتشتري وحده استثماريه في الصندوق، والصندوق هو اللي بيستثمر في الذهب نيابه عنك. يعني مش انت اللي بتشتري ذهب بنفسك، الصندوق هو اللي بيشتري وبيحفظ، وانت ارباحك بتزيد او تقل حسب حركه الذهب وسعر الوثيقه اليومي. الميزه هنا ان الصندوق بيتيح لك مرونه اكبر، تقدر تدخل وتخرج بسهوله وتتابع سعر الوثيقه على البورصه المصريه كل يوم، وممكن تسيل جزء من الوثائق اللي اشتريتها من الصندوق لو اتزنقت في اي شيء. وفي بعض الصناديق كمان تقدر تسترد ذهب فعلي لو استثمارك فوق حد معين، وده خيار حلو لو ناوي تحتفظ بيه على المدى الطويل، وممكن تبدا بمبالغ اقل. بس ايا ما كانت الطريقه اللي اخترتها عشان تستثمر في الذهب، اعرف ان الذهب استثمار متوسط وطويل الاجل، وبلاش تتسرع، وحدد القيمه اللي عايز تستثمرها والمده اللي مستعد تصبر فيها على الفلوس وقدرتك على تحمل المخاطر. ودلوقتي قول لنا، شايف شهادات الذهب افضل ولا صناديق الذهب ولا الذهب العيني؟ قول لنا رايك في التعليقات، ما تنساش اللايك، وكالعاده شير الرابط.